طبعا هالشرح شرح تحميل برنامج الواتساب للايباد بدون جيل بريك. طبعا كثير قال لي لا الايباد اللي ما في شريحة كيف تركب شلون؟ يا اخوان انت تفعل برنامج الواتساب اول شيء على الايفون عندك طريقة طبيعية، تحمل الواتساب بعدين تفعله برقم جوالك اللي تبغى تفعله على الايباد، خلاص يتفعل معنا، بعدين مباشرة نتوجه البرنامج iTools. هذا هو البرنامج واضح قدامكم وهذا صورة البرنامج. نفتح iTools، يكون مشبوك الايفون عندنا على الكمبيوتر، بعدين نروح على الابلكيشن واضح قدامكم ابلكيشن، ننزل لين نروح لبرنامج الواتساب. اوكي واتساب. طبعا يفضل انك تسوي مجلد على سطح المكتب، المجلد تسميه باسم معين. اوكي نروح على الواتساب، نحط عليه قدامه علامة صح زي ما هو واضح قدامكم، بعدين نضغط هنا على فلوبي، بعدين نعطيه باك اب بروجرام، بعدين من هنا نختار المجلد اللي احنا حطيناه على سطح المكتب. اوكي نختار سيف، يجلس يحمل زي ما هو واضح قدامكم، ننتظر لين يخلص التحميل. اوكي ننتظر كمان، بعدين مرة ثانية نعمل باك اب، نختار باك اب بروجرام اند دوكيمنت، نفس الشيء نختار المجلد اللي حفظنا عليه في اول مرة، نحط سيف. بكذا نكون عملنا باك اب للواتساب بعد تفعيله على الايفون، وخلينا الباك اب عندنا على الكمبيوتر. طيب الحين نفصل الايفون ونشبك الايباد او الايبود تاتش. طبعا هذا اللي ما عنده جيل بريك، اما اللي عنده جيل بريك مجرد ينزل اداة واتساب ويحمله عن طريق الايتولز ويشتغل معه مباشرة. تحميل نفس الطريقة اللي راح نسويها الحين. اوكي طبعا اللي يقول لي ايباد ممكن عندك جيل بريك او لا، ما عندي اي جيل بريك. وهذا الحين افتح لكم الايتونز. اوكي هذا اسم الايباد حقي. اوكي ايش الشخاميط حلو، واضح قدامكم الفيرجن 6.1.3 اللي هو اخر اصدار ايباد ميني. اوكي راح اسوي تصغير البرنامج ذا، راح افتح على ابلكيشن واختار زي ما هو واضح قدامكم هنا السهم، بعدين بروح على ديسكتوب وبختار مجلد لحون اللي حفظنا عليه، نختار واتساب اول شيء، نختار الاول ونخليه يحمل. نخليه يحمل ثواني. طيب نختار من هنا مرة ثانية ونختار الملف اللي احنا عملنا له باك ابين نسختين، النسخة الأولى والثانية. طبعا إذا ما سوينا النسخة الثانية ما راح يشتغل، راح يعطي غير مدعوم، لازم تحمل النسخة الثانية. الحين جالس يحمل. حلو خلص التحميل. لو رحنا على الديسكتوب حق الايباد تشوفوا معي هنا الواتساب موجود ومثبت. هذا الديسكتوب الخاص بالبرامج اللي انا محملها على الايباد تبعي. اتمنى ان الشرح واضح، اشوفكم في شروحات ثانية. اخوكم لحن الاماني، معرفي على تويتر الهزازي 20، الهزازي 20 تحت اسم لحن الاماني.